اهلا بيكم. فيديو النهارده هتكلم عن لبن الاطفال. السؤال ده اتسالته كتير، فكره اللبن البقري واللبن الجاموسي امتى يدخل للطفل، حكايه اللبن الصناعي امتى قد مرحله اولى مرحله تانية، والبقري والجاموسي بيدخلوا امتى. طيب البقري والجاموسي الاول، احنا الكلام اتغير فيهم. احنا الاول كنا بنقول البقري من 6 شهور والجاموسي من سنه، تمام. الجاموسي كان بيتخفف كوبايه ميه، الكلام ده اتغير وبقى دلوقتي في اطفال جالها حاجه اسمها حساسيه البان حصلت من الالبان، البقري والجاموسي من اللي هي الطريقه القديمه. فالطريقه دي اتغيرت، بقى البقري من سنه، يعني احنا كان البقري من 6 شهور، لا خليناه من سنه. الجاموسي كان من سنه وكانت الكوبايه بتتخفف كوبايه ميه، لا الكلام ده اتلغى وبقى الجاموسي بيتاخد على وضعه من سنتين. يبقى زمان كان البقري 6 شهور، بقى دلوقتي من سنه. الجاموسي كان من سنه وكان بيتخفف كوبايه ميه، لا خليناها من سنتين وهي على وضعها واتلغى موضوع الخف دوت. طبعا الالبان المرحله الاولى اللي هو العادي اللبن الصناعي بيتاخد من سن الولاده لحد 6 شهور، والمرحله الثانيه بيتاخد من 6 شهور لحد سنه، الطفل يبدا السابع يعني لحد سنه. وفي فورمولات مخصوص، وكان في سلسله كامله كنت عاملها عن الرضاعه الصناعيه، لكن انا حبيت الفيديو ده اوضح نقطه اللبن البقري واللبن الجاموسي. البقري يا جماعه كان من 6 شهور، كنا بنقول كده زمان، لا دلوقتي خليناها من سنه عشان حساسيه الالبان اللي حصلت. وممكن ابني ياخد اللبن البقري مره واثنين وثلاثه وشهر واثنين وفجاه يحصل حساسيه البان، وساعتها علاجه بيبقى صعب، بيحتاج حد جهاز هضمي اطفال، و يعني موال كبير ملوش لازمه ان احنا نفتحه على الفاضي. فاحنا نمشي بالطريقه اللي ماشيين بيها دلوقتي، الطريقه الجديده اللي هي البقري من سنه، الجاموسي من سنتين. موضوع الحل دوت خلاص ما بقيناش بنستخدمه، في ناس لسه بتقول عليه، لكن ده الكلام القديم وكنا بنقوله زمان، دلوقتي ما بقاش بيحصل الكلام دوت. تمام، ده بالنسبه للالبان. في نقطة بقى بالنسبة للبن البقري حابب أوضحها، نقطة إن الناس لما الطفل يجيب سنة يقول لك لا ياخد جاموسي، أصل البقري هيعمل له أنيميا خلاص، وأصل الجاموسي الغذاء فيه أحسن وكده. طيب هو البقري كامتصاصه أحسن، الجاموسي كقيمة غذائية وقيمة غذائية أحسن، لكن إحنا قلنا الطريقة الجديدة دلوقتي إن الجاموسي بقى من سنتين. البقري بقى إمتى خاف وإمتى يعمل أنيميا؟ لو أنا وصلت اللي هي الطفل وصل لحد سنة، المفروض أنا بياخد طريقة الأكل بتاعته كل 3 ساعات بياخد وجبة، على مدار اليوم بيكون خد 8 وجبات، 6 منهم اكل عباره عن سناكس يعني وجبات صغيره، و2 لبن. فلو بياخد 2 لبن بقري ما يحصلش الانيميا ولا حاجه. لكن بقى بنسميها خايبه بمعنى اصح، اللي هو الطفل وصل سنه ولسه لحد دلوقتي 6 7 رضعات، يا دوبك اكل كده لسه بسيط، بدات تدوقه اكل مش عارف ايه، ساعتها 7 8 رضعات بقري في اليوم، ده ساعتها يحصل له انيميا. لكن الام الشاطره اللي الطفل وصل ان انا بدي كل 3 ساعات لو سناكس، يعني لو موزه، لو حته تفاحه، لو كلام من ده، بس كل 3 ساعات بعرض عليه وجبه، بعرض عليه حاجه، تمام، ومن ضمنها هيبقى على مدار اليوم 6 مرات، وغير السته دولت فيه 2 لبن، ولبن ده بقري، لا ما يحصلش الانيميا ولا اي مشكله. لكن لا اللبن كتير، لا ساعتها هيحصل انيميا طبعا، سواء بقى بقري او جاموسي. بس زي ما قلنا البقري بقى من سنه والجاموسي بقى من سنتين. طيب نقطة تانية عايز أوضحها بقى، حتة أول 4 شهور في حياة الطفل أنا مش مسموح لي أدي الطفل أي حاجة خالص غير يا إما لبن الأم، اللبن الطبيعي، يا إما اللبن الصناعي اللي هو المرحلة الأولى لو في مشكلة عند الأم، أو أنا في أي داعي من دواعي دخول اللبن الصناعي زي ما أنا كنت شارحها قبل كده. طيب إنما حتة بقى أدي ينسون وأدي كراوية وأدي حلبة ونعناع والكلام ده، كل الكلام ده غلط. الكلام ده كانوا بيعملوه زمان، ومش معنى إن ما حصلش مشاكل واضحة مع الأطفال إن الكلام دوت صح. انا اول 4 شهور مش مسموح لي غير يا لبن الام يا اللبن الصناعي. طيب انا جيت عايز طفل قفل 4 شهور ومحتاج ادخل له حاجات تانية، مسموح ان انا ادخل بس بشروط. الطفل يكون قفل 4 شهور، يكون صلب راسه، ساعتها بدخل الاكل، بدخل الميه، بدخل المشروبات بقى اللي هي اليانسون والكراويه والنعناع والكلام ده. لكن طول ما الطفل لسه ما صلبش راسه، حتى لو جاب 4 شهور برضه لسه ما ينفعش اي حاجه تدخل غير يا اللبن الطبيعي يا لبن مامته، يعني يا اما اللبن الصناعي المرحله الاولى. صلب الراس، مع صلب الراس وتقفيل ال4 شهور الشرطين يتحققوا، ساعتها دخل بقى ميه، دخل سوائل، ابدا دخل اكل، وبالتدريج بالطريقه برضو المسموحه لكل شهر، زي برضو ما كان في فيديو كنت عامله عنه. الفيديو ده بس كنت حابب اوضح فكره اللبن البقري والجاموسي، لكن كل حاجه قبل كده عن سواء الرضاعه الطبيعيه او الصناعيه بتتاخد ازاي، الاكل بيدخل ازاي، كل ده كان فيه سلاسل كامله عنه معموله على القناه. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه، واللي ما يعرفش بنفتح اليوتيوب وبنكتب اسم القناه من هنا، بنكتب افهم طفلك دكتور اسلام عزام، بيطلع لنا اسم القناة بنختارها، بنعمل سبسكرايب للقناة، بنفعل زر الجرس، بنضغط عليه وبنختار اول عشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديدة. وما ننساش نعمل لايك وشير للفيديوهات. نختار فيديو زي كده، نضغط على لايك من هنا،
فيها نضغط على شيفت شير الدولة أو يبدأ ونختار يشتغل هنشيره على على الواتس أساس او كده. الفيس. طيب الفيديو دوت بقى أنا حبيت أتكلم عن روشتة اللي إحنا بنكتبها للطفل